أمير سعودي يعلق على تأهل المغرب لدور 16 في كأس العالم. من قال إن المعجزات انتهت؟ من قال إن المنتخب المغربي لا يعرف طريق المجد إلا في أصعب اللحظات؟ ليلة تاريخية جديدة خطها أبناء المدرب محمد وهبي بحروف من ذهب، بعدما أطاحوا بالمنتخب الهولندي في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة وتشويقا، ليحجزوا بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، وسط فرحة عارمة اجتاحت الجماهير المغربية في كل أنحاء العالم. على أرضية ملعب BBVA عاش عشاق كرة القدم مواجهة حبست الأنفاس منذ صافرة البداية وحتى اللحظة الأخيرة. المنتخب الهولندي دخل المباراة بكل ثقله، مدججا بنجومه وطامحا لإنهاء حلم المغاربة، لكن المنتخب المغربي أظهر شخصية البطل ورفض الاستسلام في كل مرة حاول فيها الهولنديون فرض سيطرتهم على اللقاء. المباراة كانت مليئة بالإثارة والندية، وتبادل خلالها الطرفان الهجمات والفرص الخطيرة، قبل أن ينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، حيث كانت كل الأنظار تتجه نحو رجل واحد فقط: ياسين بونو، الحارس المغربي الذي اعتاد التألق في أكبر المحافل. أكد مرة أخرى أنه أحد أفضل حراس العالم. وقف بثبات وثقة أمام منفذي الركلات الهولنديين، وتصدى للركلة الحاسمة بطريقة أشعلت المدرجات وأدخلت الجماهير المغربية في هستيريا من الفرح، ليقود المنتخب المغربي إلى انتصار تاريخي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح. ولم يتوقف صدى هذا الإنجاز داخل الملعب، بل امتد بسرعة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر المنتخب المغربي وياسين بونو قوائم الأكثر تداولاً، وانهالت آلاف التعليقات التي أشادت بالأداء البطولي للحارس المغربي، معتبرين أنه كلمة السر في هذا الإنجاز الجديد. ومن أبرز التفاعلات خرج الأمير عبد الرحمن بن مساعد بتدوينة أثارت اهتمام الجماهير المغربية والسعودية على حد سواء، حيث كتب: ديما المغرب، ديما بونو. كلمات قليلة لكنها كانت كافية لإشعال النقاش بين المتابعين، فالبعض اعتبرها رسالة دعم خالصة للمنتخب المغربي ولنجم الهلال السعودي، بينما رأى آخرون أنها تحمل إشادة خاصة بالمكانة الكبيرة التي أصبح يحتلها بونو في الكرة العربية والعالمية بعد سلسلة عروضه الاستثنائية. وانقسمت الجماهير حول تفسير تلك الرسالة، إذ رأى فريق أنها مجرد تهنئة رياضية راقية، بينما اعتبرها آخرون دليلاً على الفخر الكبير بما يقدمه بونو مع نادي الهلال والمنتخب المغربي، خاصة أنه أصبح في كل بطولة يثبت أنه رجل المواعيد الكبرى وصاحب الشخصية الحديدية في أصعب اللحظات. في المقابل، لم يخف الإعلام الدولي إعجابه بما قدمه المنتخب المغربي، مشيرا إلى أن هذا المنتخب لم يعد مجرد مفاجأة كما حدث في مونديال قطر، بل أصبح منافسا حقيقيا قادرا على إقصاء كبار المنتخبات وفرض أسلوبه على أي منافس مهما كانت قوته. ورغم الاحتفالات الكبيرة، فإن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدا أن المهمة لم تنتهي بعد، فالمحطة المقبلة ستكون أكثر صعوبة عندما يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي يوم السبت المقبل على ملعب NRJ ستاديوم، في مباراة يتوقع أن تكون من أقوى مواجهات الدور المقبل. المنتخب الكندي سيخوض اللقاء مدعوما بجماهيره وعلى أرضه، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية، لكن المنتخب المغربي أثبت في أكثر من مناسبة أنه لا يخشى اللعب خارج قواعده، وأنه قادر على تحويل ضغط الجماهير إلى دافع إضافي لتحقيق الانتصار.
وتتحدث بعض التقارير عن استعدادات كبيرة داخل المعسكر الكندي لإيقاف الزحف المغربي.